الكرواسان المورق بالطريقة الأصلية هش ومقرمش من برا وطري كتير من جوا، وبتضل الطراوة معكن لتاني يوم. وصفة ناجحة ومضمونة 100%. كتير بنصحكن تجربوها. تابعوها معي. تعالوا لنشوف طريقة التحضير مع بعض. بس قبل ما نبلش ما تنسوا تدعموا الفيديو بلايك، وإذا كنتوا أول مرة بتتابعوني فضلا وليس أمرا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس. بالبداية هون رح أحضر العجينة. رح يلزمني نصف كيلو طحين أبيض متعدد الاستعمالات، نخلته قبل طبعا. بالأكواب بيطلع عندي 4 أكواب إلا ربع. رح أضيف عليهم معلقتين كبار من حليب البودرة، بالإضافة ل3 معالق كبيرة من السكر الخشن، بالإضافة لرشة صغيرة ملح، ورح أخلط النواشف مع بعض بشكل جيد. وهلأ رح أرفع النواشف على جنب. بكوب مي دافية رح نضيف عليه معلقة صغيرة من السكر بالإضافة لمعلقة كبيرة من الخميرة. بحركهم كتير منيح وبغطيهم، بتركهم على جنب يتخمروا لمدة 4 أو 5 دقايق تقريبا. على خليط الطحين رح أضيف بيضة بحرارة المطبخ، بالإضافة لمعلقة كبيرة زبدة بوزن 50 جرام. وهلأ رح أضيف عليهم كوب المي الدافية مع الخميرة بعد ما تفاعلت عنا، ورح أبلش أعجن فيهم. طبعا ضروري كتير إنه نعجن كتير منيح لحتى نتوصل لعجينة متماسكة وناعمة ما بتلزق باليد. وممكن نحتاج لمي دافية خلال العجن حسب نوعية الطحين اللي عنا. أنا احتجت تقريبا معلقتين مي. وهيك عجينتنا بتكون صارت جاهزة عنا. لاحظوا قديش قوامها ناعم ومتماسكة وما بتلزق باليد. هيك لازم يكون عنا قوام العجين. هلأ بكورها كتير منيح وبحطها بوعاء نظيف مدهون نقطتين زيت، وبغطيها بالنايلون ستريتش وبتركها ترتاح لمدة 45 دقيقة أو ساعة. وهيك شكل عجينتي بعد ما تخمرت ما شاء الله تضاعف حجمها مثل ما ملاحظين. رح فك عنا البلاستيك الغذائي ورح فرغ منها الهواء. على سطح العمل رح رش رشة بسيطة من الطحين، ورح أبلش أفرد العجينة على شكل أسطواني مثل ما ملاحظين. وبعد هيك رح أقطع لقطع متساوية الحجم. تقريبا هون قطعت أنا ل8 قطع، أو ممكن تطلع معكم 9 قطع، بس المهم إنه يكونوا كلياتهم بنفس القياس. رح شكل كل قطعة عجين على شكل كرة، وأنا هون استعنت بالميزان لحتى يطلعوا كل القطع بنفس الوزن. تقريبا كل قطعة عندي طلعت 90 جرام. وهيك بعد ما انتهيت من تشكيل الكرات العجين رح أغطيهم، ورح أبدأ بفرد كل قطعة لحالها على شكل رغيف صغير. طبعا بدنا نستعين بالطحين خلال الفرد حتى يساعدنا بأنه يطلع معنا هيك الشكل مدور. بدنا نفرد كل قطعة لحالها على شكل رغيف دائري، وبين كل طبقة وطبقة بدنا ندهن كمية وفيرة من الزبدة اللينة بهي الطريقة مثل ما واضح عليكم. أنا هون كنت عاملة طبقات وهلأ حطيت عليهن هاي القطعة ورح أدهنها بالزبدة. يفضل تكون الزبدة باردة شوي، يعني أفضل للتوريق. وممكن كمان نبرش الزبدة برش في حال كانت عنا الزبدة قاسية، بنبرشها برش بين كل طبقة وطبقة، كمان بتحصلوا على نتيجة كتير منيحة. طبعا بالنسبة لكمية الزبدة أنا هون استعملت 100 جرام بس بين الطبقات. رح أحكي هون ملاحظة بالنسبة لسماكة العجين وقت نرقه. ما بدنا يكون كتير رقيق حتى ما يتمزع عنا، لأنه هلأ رح نرق كل العجينة مع بعضها. تمام. في نقطة تانية مهمة، وقت بدنا نحط أول قطعة على الصحن لازم نرشها
نرش الصحن بالطحين حتى ما تلزق العجينة عنا. هلا اخر طبقة مثل واضح عليكم ما بدهنها بشي، وبعد هيك بدي غطيهم بالنايلون كتير منيح، وبتركهم يرتاحوا بالبراد لمدة نص ساعة حتى تجمد الزبدة تماما. بعد ما ارتاحت عندي العجينة رح بلش افردها، ورح استعين بالطحين وقت الفرد. هلأ بدنا نفردها على شكل مربع. بالبداية رح اضغط عليها بهذا الشكل حتى افرغ منها الهواء. وهلأ رح بلش افردها على شكل مربع. بعد هيك رح اقلبها على الطرف الثاني بهذا الشكل مثل ما واضح عليكم بالفيديو. وهلأ رح اطويها حتى تصير على شكل مستطيل طويل مثل ما واضح عليكم بهذا الشكل. وهلأ رح اقلبها كمان مرة تانية على الطرف الثاني، ورح رق العجين. لازم يكون عنا العجين بسماكة نصف سنتيمتر تقريبا. ورح ازيل الاطراف بهذا الشكل. طبعا هدول الاطراف ما بنكبهم، بنشويهم، بس انا عندي حتى يطلع الشكل مرتب قمت هدول الاطراف. وبعد هيك هلا رح اقسمهم على شكل مثلثات متساوية الحجم بهي الطريقة. طبعا ممكن الخطوات بالفيديو تلاقوها كتيرة، بس وقت تجوا تطبقوها كتير سهلة وشغلها ممتع. لاحظوا معي كيف التوريقات واضحة، ما شاء الله روعة. هيك لازم تكون عنا التوريقات واضحة من قبل الخبز. هلأ رح رش رشة بسيطة طحين، ورح بلش بتشكيل الكرواسون. بنعمل فتحة من الوسط بهي الطريقة لحتى يطلع معنا شكل الكرواسون مزبوط. طبعا بالنسبة للحشوة اختيارية، أنا هون رح أحشيهم شوكولا، ممكن تحشوهم جبنة أو تخلوهم سادة حسب الرغبة. والتشكيل بهي الطريقة مثل ما واضح عليكم. أهم شي إنه نترك التسكيرة لازم تكون لتحت، ونحطهم على صينية مبطنة بورق الزبدة، ولازم نخلي بيناتهم مسافات لأنه بتنفش كتير بالفرن. وهيك انتهيت من تشكيل كل الكمية. هلأ بدي أغطيهم واتركهم يرتاحوا كمان لمدة نص ساعة حتى يتضاعف حجمهم. هون أنا حطيت كاسات بالوسط لحتى ما يجي عليهم النايلون ويمنعهم إنه ينفشوا، فالأفضل نتبع هاي الخطوة. بعد هيك هلأ بدي أدهنهم بخليط هو عبارة عن صفار بيضة مع معلقة كبيرة من الحليب السائل مع معلقة كبيرة من الخل الأبيض. وهلأ رح ندخل الصينية على فرن محمى مسبقا قبل 10 دقايق على درجة حرارة 200. بالبداية بنحط الصينية على الرف الوسط يلي قريب من فوق، والنار بتكون شغالة من تحت فقط. بعد مرور 7 دقايق بنخفض الحرارة لل180، وبننزل الصينية على الرف يلي تحت، وبنشغل من فوق وتحت سوا. بياخدوا تقريبا الوقت كامل من 20 ل25 دقيقة. وهيك بيكون صاروا عنا جاهزين. ما شاء الله، لاحظوا هالتوريق ما أحلاه، رائع جدا ومقرمشين من برا. وصفة ناجحة 1,000,000%. وهلأ اسمعوا صوت القرشة. لاحظوا معي قديش العجين طري ومورق من جوا. ما شاء الله، عن جد روعة. وصفة كتير بتشهي، وبيضلوا معكم الكرواسون طري حتى لتاني يوم. هذا هو فيديو اليوم، بيكون خلاص. بتمنى انه يكون عجبكم.
إلى اللقاء مع وصفة جديدة وفيديو جديد، والسلام عليكم.